صباح الخير على اخواتي الحلوين المحترمين. تعالوا بقى هنعمل بقى اول مره اجيب لفت اهو. هو طالع بقاله شويه بس انا لسه جايباه. دول جبت 4 كيلو ب10 جنيه، طبعا رخيص قوي. دبلته بملح طبعا قبلها بالليل عشان يستوي بسرعه. وطبعا شطفته من ملح اول ما قمت من النوم كده، شطفته من ملح شطفه حلوه. وقلت بقى هعبيه كده. اشتريت بطرمان واسع كده عشان ايه ياخد اللفت كله. فلازم يا جماعة ان احنا نغسله من الملح اللي احنا مدبلينه فيها، عشان لو ما غسلتوش وعبيته كده يتهري. وطبعا جبت بقى ايه 1/4 كيلو جزر كده، قلت اما احطه بقى معاه يعمل طعم. طبعا مش مكترة الجزر عشان مش بنحبه قوي، طبعا بنفضل اللفت اكتر. فقلت بقى اخليه يعني يديله طعم كده معاه. نعمل لكم ان شاء الله احلى لفت، واللي عايز يا جماعة حبة لفت يقولي، مش ببيع، هدية كده. هاتلكوا حبة لفت. حطيت حبة على الوش طبعا. حط له بنجر، لابد من البنجر عشان تعرفينه بقى بيلون لونه كده بيبقى جميل. بنجر وتوم. تكة التوم دي بقى بتخلي المخلل ريحته بقى ايه، شفت المخلل بتاع رمضان اللي ريحته كده حلوة قوي كده، هو بيبقى ريحته كده التوم بيخلي ريحته جميلة. طبعا البنجر مقطعه طرنشات عشان بناكله بردك، مش بحطه سيح يعني. حطها على الوش. طبعا لما احط المية بملح هيلون كله مع بعض. طبعا اللفت ده بناكله بعد 3 ايام هيكون مية مية استوى. دي مية ساقعة عادي من الحنفية، بس حط عليها ملح. او انا بحط المية لقيت اللفت بقى لونه بامبا خالص كده جميل. طبعا هنملى لازم نملى البطرمان كله مية لحد الاخر عشان اللفت كله يستوي. طبعا مش هنسكت، في مخلل تاني لازم نعمل كده نوعين. يلا نخلص دوت ونخش على التاني. يا جماعة عاملة مخلل كتير، اللي عايز شوية ياكل بيهم يقولي. شفت المية بقت بامبا ازاي. لسه بقى بعد 3 ايام بقى يبقى مية مية. البطرمان اتملى. بصوا. تعالوا بقى نخش بقى ايه على الفلفل. جبت بقى 1.25 كيلو فلفل، وعندي خيارتين كده، قلت بدل ما يتبلوا في التلاجة هعمل احطهم مع الفلفل. طبعا ده فلفل رومي على حامي، غسلة حلوة. نعمل تشكيلة مخلل كده. طبعا انا بشقه كده من الجنب عشان ايه ما سيبوش كده يعني مقفول، لو سبته كده يتهري وهو يفرقع ميبقاش حلو يعني. لابد من القرن الفلفل الاحمر ده. طبعا لو الفلفل طلع حامي انا مش هاكل منه عشان مش بحبه. بحب الفلفل بس مش بحب الحامي يعني. ده فلفل رومي على حامي، مش عارفه هو حامي ولا ايه. هم حبه صغيره كده هنعملهم. طبعا يا جماعه نحط له فصين توم طرنشات، وهنحط له خل بيخلي ريحته حلوه وبيصفر بسرعه. طبعا انا حطيت لللفت خل بردك، يعني شويه صغيره كده عشان ما يتهريش يعني. طبعا دي طريقه بقى اقول لكم على الطريقه الحلوه. شايفين الميه بتطلع دخان ازاي؟ ده يا جماعه مخلل سريع قوي. زمان كنا بناكل الفلفل بعد 3 ايام، لا ده بتاكلوه في نفس اليوم. انا عاملاه الصبح اهو، ان شاء الله على بالليل هوريهولكم. دي ميه مغليه من الكتل، حطاها. دي طريقه سهله، مش هتقعدوا بقى 3 4 ايام، لا في نفس اليوم هتاكلوه، والله لو بعد ساعتين هتاكلوه.
المَيّة المغلية دي بتخلّيه أصفر أوي ويستوي. كده أنا قفلت البطرمان بقى، مليت نُصّه يعني.